والآن الكلمة مع ابن الحسينية سيادة النائب السيد رحمي الأمين المساعد لأمانة الشؤون البرلمانية بالأمانة المركزية لحزب الجبهة الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كل التحية والتقدير. يسمح لي فؤاد بيه ان انا احيي الشعب العظيم قبل المنصة. هم دول السند الاصل، هم دول الاصل اللي بيخلوا النواب نائب والرئيس رئيس، هم دول السند الاصيل للدولة المصرية. فكل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا. الإخوة الأعزاء أهالي مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشية أبو عمر والصالحية الجديدة، كل الشكر والتقدير على هذا الاحتفالية الجميلة التي نشرف بها اليوم ونتشرف بها اليوم أمام العالم كله، لمساندة الدولة المصرية أولا، ولمساندة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة الجيش المصري، ثم ننتقل إلى مساندة ابن بلدنا الأصيل المهندس جلال القادري في القائمة الوطنية. وبما أننا نساند المهندس جلال في هذه الاحتفالية، فلا بد أن نكرم ونحيي ونساند الأستاذ يحيى الطحاوي مرشح الحزب مستقبل الوطن ابن بلدنا أيضا، فله كل المساندة والتحية والتقدير. الإخوة الأعزاء، الانتخابات يومين، يوم 4 ويوم 5. يا ريت كل واحد فينا نص ساعة هيطلع يدلي بصوته ويرجع تاني. احنا تعودنا ان في مجالس الشيوخ او مجالس النواب ان دايما دائرة الحسينية وصان الحجر ومنشية ابو عمر بتطلع برجالتها ونسائها وبيأدوا واجبهم الدستوري بكل امانة. يا ريت ما نتأخرش في اليومين دول. احنا مش اقل من الجنود ومن الضباط اللي بتطلع وتستشهد عشان خاطر بلدنا، واحنا بنستكتر على البلد نص ساعة. ندلي بصوتك وتدي صوتك بامانة لمن يستحق، وللقائمة الوطنية دائما اللي بيكون فيها المهندس جلال والنائب فايز ابو حرب ابن شمال سينا وابن الشرقية اللي شرفنا النهاردة وبنرحب بيه على ارض الحسينية. بحييكم وبحيي كل القيادات السياسية، اخويا الغالي سليمان بيه وهدان، فؤاد بيه اباظة، طبعا معالي الوزير عثمان شعلان، الاخ الغالي ابراهيم بيه رفيع. كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي النائب اللي دايما بيحمل الكلمة مسؤولية وبيعرف ازاي يكون على قدرها. واخر كلماتنا النهاردة في مؤتمرنا المهندس جلال القادري مرشح القائمة الوطنية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. بادئ ذي بدء، كل الشكر لحضراتكم جميعا جميعا جميعا، وجميلكم فوق راسي من فوق. شرفتونا ورفعتوا راسنا فوق فوق مع الزملاء الأكارم اللي أفاضوا علينا بوقتهم وبكرمهم وشرفونا هنا في الحسينية. معالي النائب وعميد النواب والقيمة والقامة معالي النائب أحمد بيه فؤاد أباظة، جميلك فوق راسنا كله. معالي النائب وطبعا ابن بلدنا وزي ما قال احنا في بيت واحد، معالي النائب سليمان بيه وهدان، طبعا رفيق الدرب ويمكن المعرفة قليلة جدا، لكن شيخ عرب وابن بلد وشيخ قبيلة وحامي حمى الحمى ده كله، النائب فايز ابو حرب. النائب ابراهيم بيه رفيع اللي فاض علينا بكلماته الجميلة. استاذ محمد عيسى نقابة المحامين وعضو حزب الجبهة الوطنية. طبعا مش هنرحب بصاحب العرس الديمقراطي الجميل ده كله، امين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية الاستاذ الدكتور عثمان شعلان. طبعا عندما نتحدث عن الدكتور عثمان
فليصمت الجميع ولنقف احتراما له وتقديرا له. والله لو رحت ورا ما انتوا عجبتوا. ابن الحسينية طبعا والنايب بتاع الجميع واللي له معزة خاصة عندكم انتوا النايب السيد رحمه. معالي المهندس حسام عمران حزب الجبهة الوطنية. لعلي ما كنش نسيت حد، لكن معانا برضو الأمناء أمناء المراكز من حزب الجبهة الوطنية. معانا أعضاء الأمانة العامة بأمانة الشرقية، شرفتونا ونورتونا من الزجازيج ومن بلبيس ومن أبو حماد ومن الحسينية ومن الصالحية الجديدة ومن صان الحجر ومن منشية أبو عمر. يمكن يعني جه في بالي أن تأذنوا لي ولتأذن لي المنصة أن أسجد لله شكرا ولنبدأ بلله الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. طيب احنا هنبدأ بحزب الجبهة الوطنية اللي ليا شرف تمثيله ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الشرقية. قطاع الشرقية بيضم 7 محافظات: الشرقية، دمياط، شمال وجنوب سيناء، مدن القناة 3. احنا 13 عضو بإذن الله. بعد تأييدكم لينا وخروجكم يوم 5 ويوم 6 للإدلاء بأصواتكم للقائمة الوطنية رمز كليوباترا، واللي هي قائمة واحدة، يوم 4 ويوم 5، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادم بإذن الله. ربنا يحيينا ويحييكم ونكون معاكم ونفرح جميعا بنجاح القائمة الوطنية. طيب يا مرحب بالسيد المستشار الدكتور الشوادفي كبير المحامين من مركز ابو كبير. شرفتنا ونورتنا يا فندم. والاستاذ وديع ابو غرابيل مجاول زميلنا في هيئه اللجنه التعليميه وعلم من اعلام منشيه ابو عمر. لما اشوف المنظر الجميل ده بيكون كل ثقه في الله. واقول لمعالي النايب والساده النواب جميعا ان شاء الله الحسينيه هتشرفكم، صان الحجر هتشرفكم، منشية ابو عمر، الصالحيه الجديده، ابو حماد، الزجازيج، بلبيس، محافظه الشرقيه بالكامل هتكون على قدر المسؤوليه وهتثبت للقياده السياسيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا قد المسؤوليه، وان احنا سند ليك، وان احنا في ظهرك، وان احنا في اي استحقاق انتخابي هنقول كلمتنا وهنكون اعلى الاصوات باذن الله. ثقتي فيكم كبيره جدا جدا جدا. شكرا للمهندس الوطني اللي دايما بيحمل الكلمه مسؤوليه وبيعرف ازاي يكون على قدرها وقدر المسؤوليه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شرف لأبناء مركز الحسينية. انا لسه مش يعني كنت عايز 5 دقائق، 5 دقائق كمان من وقتكم بس. الناس اللي على المنصة دي مش عارف طالع ليه. قولا واحدا كلنا بالدكتور ابراهيم ديدموني امين الوحده الحزبيه بالابراهيميه، وفاووس كماني معانا الرئيس الكبير. كلكم فوق دماغنا والله. الدكتور خالد عامر، الاستاذه هبه فؤاد ايوب، كلكم فوق دماغنا وشرفتونا ونورتونا، واحنا يعني في غايه السرور. انا ليه بس بقول حزب الجبهه؟ حزب الجبهه الوطنيه ولد قويا، يعني حزب جديد ولسه مؤسس جديد. وما يجي على راس امانه الشرقيه الدكتور عثمان شعلان يبقى الحزب ماشي في الاتجاه الصحيح. معالي النائب احمد بيه فؤاد اباظه يبقى الحزب في الاتجاه الصحيح. النائب سلمان وهدان، النائب السيد رحمه، لما يجوا ينضموا لحزب الجبهه يبقى حزب الجبهه قوي. انا بشكركم جميعا وانتم جميل